شوفوا اليوم بتكلم لكم عن شخص. طبعا أنا إذا قلت بتكلم لكم عن موضوع دائما أدري إن الموضوع يعني خطير جدا. بتكلم عنه اليوم. الواحد يتخيل إنه ختم كل شيء في الحياة، يجيك واحد تلقاه متعديك في مراحل وموقف على اليمين ينتظرك. الشخصية هذه كان يصلي ويخطب الناس الجمعة في جامع باريس وراقص في الليل في مرقص. الشخصية هذه اللي بتكلم عنها انحكم عليه بالإعدام 4 مرات. فيلم كبير، يعني مسرحية الحالة، هو مسرحية. هذا الشخص جمع المتناقضات في الحياة، يعني أي شيء تتوقع أنه يتناقض مع بعض هو يجمعهم. تخيلوا صار مفتي لاندونيسيا. هذا الشخص اسمه يونس بحري. ليش حطوا له لقب بحري؟ لأنه دخل مسابقة في العراق، هي قطع البحر أو مسافة في البحر. المسابقة كانت كبيرة وكل أحد محضر لها قبله بساعات، قال أنا بشارك معكم. شارك وفاز، أخذ المركز الأول، فسموه يونس بحري وثبت مع الاسم. هو من أصل عراقي، ولد في سوريا عام 1900. هذا قالها في مقابلة له. هو مع 15 جنسية، منها الجنسية السعودية، مع الجنسية السعودية. أسس 16 إذاعة موجودة بالاسم، بس أنا ما أبغى أطول عليكم. بس من الإذاعات إذاعة برلين المشهورة هو اللي مؤسسها. أتقن 17 لغة. ما تحبون السوالف يا الحريم. تزوج 90 حرمة زواج شرعي و200 حرمة زواج مدني. عنده 365 ولد، وعدد البنات ما يعرف، حتى ان عياله مسوين رابطة. عنده أكثر من 1000 حفيد. تزوج أكثر من 40 اندونيسية، وتزوج من كل الدول، وعياله ما يعرفون بعض ولا هو يعرف اسمائهم. هذا البلشة والله. واحد من عياله اسمه رعد، مسك منصب قائد القوات البحرية الفلبينية، كان ماسك هذا المنصب. يقول طريقتي هو في الزواج ما أتزوج إلا من عائلة غنية ومعروفة. ليش؟ يقول أنا كثير الترحال، فإذا رحت عنهم يلقون أحد يصرف عليهم. كان ينهي حياته مع زوجاته، كان إذا جاء يقرر أنه خلاص يترك هذه الزوجة، يطلع ما يلقونه، يكتب على المرايا، يكتب باي باي، قد نلتقي ثانية أو قد لا نلتقي، أنا مسافر في أرض الله الواسعة. هذه اشتهرت عنه. إذا لقيت على المرايا زوجته يعني رحل. يقول صارت لي قصة طريفة في باريس. أنا أصدر جريدة العرب، هو يملك جريدة العرب اللي في باريس. أوكي، طالبتني الحكومة الفرنسية بضريبة 3 مليون فرنك. ونظام الحكومة الفرنسية إذا عندك أكثر من 12 ولد تعفى من الضرائب. قالوا اثبت لنا ذلك. يقول قدمت البلدية باريس 45 اسم الولد، تحركت البلدية وبدأوا يسوون بحث عنهم. جمعتهم حكومة باريس، جمعت 45 من دول العالم. هذا في عام 1954، وكان حدث عالمي. سوت لهم الحكومة احتفال. طبعا أعفوه من الضريبة والاحتفال والدعوات اللي دعوهم فيها على حساب الحكومة الفرنسية، سووا له احتفال على عدد الأبناء هذول. الملك عبد العزيز الله يرحمه أرسل يونس إلى جنوب شرق آسيا لنشر الدعوة، وتنقل هو لأنه مفوه، وتنقل بين المناصب لين صار مفتي اندونيسيا. هو هذا الرجال صار مفتي على ديار اندونيسيا. يقول لك من مواقفه الطريفة، جاه واحد المفتي يبغى يتزوج بنت، والبنت هذه كانت اللي معه مرة جدا جميلة، فقال له أنا أبغى تعقد لي على هذه البنت. طبعا شاف الرجال كبير والبنت يعني بنت ما شاء الله عجبته وكذا. المهم وش صار؟ مسك الرجال على جنب، قال له ترى ما يجوز لك شرعا ان هذه البنت صغيرة وانت كبير عليها، وما يجوز شرعا. صدق الرجال ان هذا المفتي. طبعا مسك البنت على جنب واقنعها انه هو يتزوجها المفتي، فتزوجها المفتي. هذه من المواقف اللي قد صارت له وهو مفتي الاندونيسي. طبعا كان صديق يونس هو هتلر، فاقنع هتلر انه يسوي اذاعة برلين لسحب البساط من BBC. طبعا إذاعة برلين كانت بالعربية، وكانت تبث القرآن لتجذب العرب وتسحب البساط من BBC، لأن العرب كانوا يتابعون BBC. من المواقف، واحد من عيال يونس بحري قدم للحكومة العراقية أن يطالب بسجن والده لأنه مغامر ومزواج ويسبب المشاكل. طبعا يونس بحري طاف العالم متناقض. هو طاف العالم 4 مرات، حكم بالإعدام 4 مرات، حج 22 مرة، كان خطيب للمسجد وللجمعة في باريس، جامع باريس الشهير، كان هو الإمام والخطيب فيه. وفي الهند كان راهب. هو كان راهب في الهند، هو خوينا ذا، هو كان راهب في الهند، وكان يغني في مرقص ليلي. صادق الأمراء والملوك والرؤساء كلهم صادقهم، لدرجة أن هتلر قرب منه هتلر وعطاه رتبة مارشل.
طبعا شوفوا بعد هذا كل الصولات والجولات والعلاقات وما ادري وش، مات فقير ومعدم في بغداد. مات رحمه الله عام 1979 في بغداد، ودفنته بلدية بغداد على حسابها.